حبايب قلب ام لولي، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير يا اخواتي وصحابي واهلي واهلي التانيين. اهلي التانيين، ما انا عندي اهلي وانتوا اهلي التانيين، عيلتي التانية اللي بحاول ان انا اكون فيها واكبرها كمان وكمان. لسه مكملين طبعا في روتينات العيد وتوضيبات العيد، ونلم بقى الملايات ونلم السجاجيد. لسه مكملين يعني في روتينات العيد مع بعض، وحاجات تشجيعية كده لبعضينا عشان نشجع بعض. كل واحدة وراها حاجة، كل واحدة عايزة تغسل سجادها، عايزة تشيل بقى كده الحاجة بتاعت الشقة. كام يوم بتوع قبل العيد دول بيبقوا كلهم كركبة، وكلهم بقى الأرض كده بتبقى عريانة. طبعا مع بداية الفيديو مش عايزين ننسى الكومنت الجميل اللي ام لولي بتحبه، ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات يا حبايب قلبي. طبعا بقى جاي النهاردة في اوضة الاطفال عشان اشيل الملايات بتاعت السرير، واشيل المشايات اللي مفروشة فيها، عشان بقى ايه اول ما المية تيجي نبدأ بقى نغسل المشايات في البيت ونغسل البطاطين دي. عشان انتوا طبعا عارفين يا حبايب قلبي ان انا المية قطع عندي، والله لسه قطعة، واقسم بالله محتاسة ومش عارفة اعمل ايه. المية هي روح البيت يا حبايب قلبي، المية هي كده اللي بتدي نفس للبيت. لو اقول لكم بصوا، انا قاعدة عندي كمية يأس وكمية احباط من قلة المية، والله العظيم اللي نفعني الكام جردل اللي مليهم في قلب البيت، ولا الكام طبق اللي انا كنت ملياهم دول، بجد اللي نفعوني ان انا اغسل المواعين، نفعوني ان انا مثلا، يعني انتوا فاهمين بقى، البيت ما يقدرش انه يستغنى عن المية. طبعا بقى احنا خلصنا اول سرير وطبقنا البطانية كده زي ما انتوا شايفين هنا. طبعا رايحة اشيل القطة الجميلة اللي نايمة دي، نايمة على السرير ولا في دماغها اي حاجة، ضربة الدنيا بالجزمة، ولا شايلة هم اي حاجة. كان نفسي ابقى قطة والله يا حبايب قلبي، بس برضه كنت اكيد هلاقي قطط رخمة تيجي ترخم عليا. مفيش حد مستريح. بس يلا الحمد لله على كل حال. طبعا مشكلة المية عندي صعبة جدا والله يا حبايب قلبي. انا بس ايه يعني بشجع نفسي كده، واقوم الملم الدنيا من حواليا، واقوم الم الملايات، واقوم الم السجاد، بحيث ان اول ما المية تشتغل عندي نعمل بقى حركة نشاط كده ونغسل المشايات. طبعا انا مش بغسلها كلها في يوم واحد، بدعي ان المية تشتغل قبل يعني قبل دخلة العيد عشان الحق اغسل المشايات بتاعتي. لان انا طبعا عشان اعرف انشرهم ما بغسلهمش كلهم في يوم واحد، يعني مثلا ممكن اغسلهم على يومين كده. يعني مثلا اغسل جزء وبعد ما ينشف والمه بغسل بقى بقيتهم وكده، فاهميني؟ عشان ايه يعني يلحقوا ينشفوا، وعشان المكان وكده يعني. طبعا برضو عايزه اغسل البطانيتين دول عشان حتى لو مش هفرشهم اشيلهم نضاف. هو انا حتى يعني لو ما بشيلهمش عشان ما فيش مكان، بحطهم كزينة بس كده على السرير يدوا منظر، فاهميني؟ بس انا طبعا طبقتهم وشلتهم على جنب زي ما انتوا شايفين على السرير ده، عشان يعني ايه ملهمش لازمه ان هم يتحطوا على السرير دلوقتي، لغايه بس لما اغسلهم ان شاء الله. هنا طبعا بصوا القطط معايا في كل حته، اللي نايمه على السرير واللي قاعد لي على السجاده، مش عارفه هما في ايه، مش عارفه عايزين مني ايه والله. عايزين يبقوا مشهورين، كل فيديو لازم يطلعوا كده معايا في الفيديوهات. هنا بقى شلنا اول مشايه عشان نكنس كده مكانها ونمسح ونرجع الترابيزة والكرسي. برضو عايزة اشوف ايه مكان للترابيزة دي، برضو بتنفعني ايام ما الاولاد كانوا بياخدوا دروس وكده. كنت بحطها لهم يعني عشان ياخدوا عليها دروس، يذاكروا عليها الكلام ده. المقشة الجميلة بتاعتنا بقى يا حبايب قلبي، هي مش جميلة ولا حاجة، مش عارفة انا بقول عليها جميلة ليه، بس مش مشكلة هنعتبرها جميلة. طبعا هنمسح التسريحة كده مسحة مؤقتة، لسه بقى لسه عندنا ترويقات عميقة الايام اللي جاية بقى. ومش عارفة، نفسي اغير والله شكل الأوضة، بس مش عارفة اعمل ايه في النيش ده. هو النيش ده اصلا كان في الصالة، بس انا ايه حبيت ان انا ادي وسع للصالة عندي، فلقيت ان النيش كده كده يعني ما بحتاجش منه حاجات كتير، ومش بحتاجه في حاجة كتير، فقمت مدخلاه في الأوضة دي. بس يعني حاسة ان هو مضيق عليا الأوضة، نفسي اغير شكلها، بس مش عارفة اودي النيش فين، ومش عارفة اعمل شكل السراير ازاي.
انا من النوع اللي بحب اغير، يعني بحب اغير في الاوض، بحب اغير في القعده بتاعه الصاله. انتوا اكيد خدتوا بالكم ان انا يعني من ساعه لما فتحت القناه وانا غيرت مثلا قعده الصاله يجي مرتين تلاتة ولا حاجه. التغيير بيبقى حلو، بيديكي كده طاقة إيجابية ان الحاجة يعني ما تفضلش في مكانها على طول، لا ان انت تغيري. واساسا قبل ما افتح القناة انا كانت النيش ده ما كانش هنا، النيش ده اصلا كان في الصالة، انا كنت حاطاه في الصالة وكده. وبعديها يعني قمت قلت لا، حسيت انه مضايق علي الصاله، لان انتوا برضو زي ما انتوا شايفين انا حاطه التلاجة برضو في الصاله عشان انا عندي المطبخ ضيق، وفي نفس الوقت المطبخ عشان على منور وكده، فكانت التلاجة بتسخن جامد جدا، فخفت يعني ان الموتور بتاعها يبوظ او كده. طبعا انتوا مركزين انا بعمل انا بعد ما شلت المشاية كنست وبرضو مسحت بمية ومعطر. الحمد لله المية اللي عندي نقصاني ان انا يعني اقدر ان انا امسح وكده. بس القطة من ساعة لما حطيتها على السرير التاني ما اتحركتش، قاعدة بص يا دوبك اتحركت، بس لما بيعجبهاش ان حد يقعد جنبيها، يعني يا دوبك انا قعدت جنبيها بس عشان امسح الكومودينو وهي ما عجبهاش. قطط بتتنك يعني مش عاجبهم. طبعا هنا بقى مسحنا الكومودينو، هنكنس طبعا الحتة دي بتاعتنا عشان بعديها بقى نشيل المشاية التانية اللي ناحية باب الأوضة. وان شاء الله يعني كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، وبعد الايام عليكم يا رب، وعيد سعيد عليكم. انتوا بصوا هفضل من هنا لغاية ما العيد ما يجي هفضل اقول كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة هزهقكم يا رب، انتوا بس ما تزهقوش مني يا حبايب قلبي. اكمل لكم بقى. انا بقى كان عندي التلاجة زي ما قلت لكم في المطبخ، بس المطبخ عشان على منور وكده فخفت بصراحة ان هي تبوظ مني فطلعتها في الصالة. فكان النيش برضو في الصالة، فما كنتش بقدر يعني بغير في القعدة وكل حاجة. بس برضو كنت بحس ان لا، في حاجة كده ملجماني، يعني برضو النيش كان واخد مساحة جامدة. فقمت عامله بقى، لقيت فيه يعني الحته الفاضيه اللي في الاوضه دي، وانا يعني مش بستهلك النيش كتير، يعني انتوا عارفين كلنا يعني النيش مش حاجه اساسيه، يعني هو بس حاجه مكمله البيت، عشان مثلا لو في كوبايات كاسات الكلام ده ما بتتحطش في المطبخ يعني. فقمت بقى حاطاه في الاوضه هنا، فبسبب برضو ان انا حطيته هنا انا مش عارفه اغير في شكل الاوضه، مش عارفه اعمل اي حاجه. فلو انتوا عندكم فكره قولولي يا ام لولي، الكلمه بتاعتنا الجميله. كله في التعليقات لو وصل لحد هنا يقولي قولولي يا ام لولي. لو في حد عنده فكرة او لو الأوضة كده كويسة وشكلها حلو عرفوني يعني ان هي كده تمام. وطبعا نتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم يا حبايب قلبي، واتمنى ان روتينات العيد وتوضيبات العيد تكون بتعجبكم. وهستنى رأيكم كلكم، هستنى رأيي يا حبايب ام لولي كلهم، حبايبي واخواتي وكلكم على راسي من فوق. واتمنى ان القناة تكبر بيكم كمان وكمان، واتمنى ان انا احقق الهدف بيكم يا حبايب قلبي. وشكرا لكم كلكم يا احلى متابعين في الدنيا. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين بقى كنا بنخلص الحتة الاخرانية عشان نرش رشة المعطر. ما هو مش معنى ان احنا مبهدلين الدنيا ان احنا ما نرشش المعطر بتاعنا الجميل. وهستنى تعليقاتكم كلكم يا حبايب قلبي ام لولي، وباي باي يا حبايب قلبي.